لقد ظهرت المدارس الكلاسيكية في الإدارة بعد الثورة الصناعية، وقد اعتمدت على عدة نظريات منها ما يلي نظرية الإدارة العلمية التي تعتمد على استخدام الأسلوب العلمي لاتحاد القرارات، وكذلك النظرية البيروقراطية الشنوية التي تقوم على التدرج المرجعي للسلطة وتقسيم العمل على أساس التخصص، وهناك نظرية المبادئ الإدارية حيث تسعى إلى الوصول ممكن الراس بطل. الله لا تقل. لا ما نقروش يا سيدي بطل ماش نقال. المدرسة الكلاسيكية. إيه بدو نعاودو فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ عوينة من مدريتش المهم تاع الخبر. هي نشرة الثامنة، التذكير بأهم العناوين. لقد ظهرت المدرسة الكلاسيكية في الإدارة بعد الثورة الصناعية، وقد اعتمدت على عدة نظريات مما يلي نظرية الإدارة. الربورتاج مع الأخ عقبة.